وأخيرا رسميا تمكنت عائلة آل سعود الحاكمة في المملكة العربية السعودية من عزل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأقل الخسائر الممكنة، إذ أن كل شيء جرى وفق ما كان مخططا له تماما، حيث أن بن سلمان الذي غادر قصر اليمامة الليلة الماضية متوجها إلى قصره الخاص في نيوم تفاجأ وفور وصوله بوجود فرقة أمنية مسلحة مكونة من عشرات الآلاف من المسلحين الذين بسطوا سيطرتهم مطلقا على القصر، وأن حرس القصر جميعا قد استسلموا لهذه القوات، بينما ودونما إطلاق رصاصة واحدة قامت القوات المسلحة التي سيطرت على القصر بإلقاء القبض على محمد بن سلمان في اللحظة الأولى لوصوله له، إذ أنه وأمام المشهد الصادم الذي وجده حراس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشخصيين ألقوا سلاحهم أرضا ولم يبدوا أي مقاومة، فيما أن بن سلمان كان في حالة من الذهول والصدمة، ولم يبدي هو الآخر أي مقاومة من طرفه أمام تأكده بأن ما يجري أمام ناظريه هو أمر واقع لا خيار أمامه سوى التسليم به، وأن أي مقاومة قد تنتهي بتصفيته. سعودي ليكس التي نقلت طبيعة المشهد الذي جرى في قصر نيوم الليلة الماضية قالت إن مصدرها هو أحد عناصر الفرقة المهاجمة الذي من طرفه أكد أن ما جرى هو ضمن مخطط كبير كان يجري الإعداد له في سرية تامة جدا، وأنه تم الاستعانة بتنفيذه بعناصر أمنية ثقات يتبعون في جلهم لجهاز الحرس الوطني وعدد من عناصر وزارة الداخلية، والذين تمكنوا من تنفيذ المهمة بنجاح واعتقلوا بن سلمان تحديدا، وأن جملة تسهيلات قد ساهمت في الوصول إلى هذه اللحظة حسب المصدر. بينما سعودي ليكس أكد أنه لم يتوقف عند هذه المعلومات، بل استعان بمصادره من داخل عائلة آل سعود، والذين وفق الموقع أكدوا أن كل شيء يجري في سرية لاعتبارات خاصة تتعلق بالعائلة، ولكنها قالت للموقع إن هناك أنباء ستسعد عموم الشعب السعودي سيجري الإعلان عنها بعد أيام فقط، وعلى رأسها أن ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف سيعود مجددا إلى منصبه، بينما الشعب السعودي سيطوي مرحلة من أسوأ مراحل حياته مع اعتقال بن سلمان وإقصائه تماما من الحكم. فيما أنه وبسؤال الموقع للمصدر عن مصير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قال إنه لن يتم المساس بمكانته مطلقا، وأن سبب التحفظ الوحيد من العائلة عليه قد زال، وهو أنه ترك نجله محمد طوال السنوات الفائتة يستفرد بحكم البلاد بالمطلق. هذا وإنه قد جرى ما جرى بينما كان يتجهز ولي العهد محمد بن سلمان إلى تلقي الضرب الأشد من حليفه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، في ظل تأكيد توجه أبو ظبي للانسحاب من منظمة أوبك بلس رفضا لسياسات المملكة العربية السعودية في إنتاج النفط. وبحسب وكالة رويترز العالمية للأنباء، سيكون لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام المقبل 2023 جدولا مزدحما جدا في ظل تخطيطها لضخ المزيد من النفط وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للعاصمة الغربية في المنطقة، وإحداث ضجة كبيرة جدا وواسعة عندما تستضيف دبي مؤتمر المناخ في نوفمبر. وذكرت الوكالة أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يخطط إلى إعادة النظر في أحد أقدم تحالفات بلاده، لا سيما ما يتعلق بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية داخل منظمة أوبك. وظلت الإمارات عضوا رئيسيا في منظمة البلدان المصدرة للنفط على مدار 55 عاما من 62 عاما منذ وجود المنظمة،
لكن سياسة أوبك الحالية بعيدة كل البعد تماما عن أن تكون مفيدة للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إذ لا يسمح مطلقا للدولة سوى بضخ 3 ملايين برميل يوميا، وهو أقل بكثير من قدرتها البالغة 4 ملايين برميل، بل إنه أقل من هدف الإنتاج اليومي البالغ 5 ملايين برميل الذي قدمته شركة بترول أبو ظبي الوطنية مؤخرا. وكانت الإمارات غاضبة من قيود أوبك من قبل في عامي 2020 وكذلك العام الماضي 2021، لكن الزعيم الفعلي لاتحاد النفط محمد بن سلمان أخذها في اتجاه مزعزع للاستقرار بشكل خاص في الآونة الأخيرة. ظاهريا من المفترض أن تعمل التخفيضات الحالية لأوبك على تعويض مخاطر انخفاض أسعار النفط مع دخول الولايات المتحدة وأوروبا في حالة ركود، لكنهم يوفرون أيضا طريقة لمحمد بن سلمان للتغلب على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يريد من المنتجين ضخ المزيد. وبالمثل فإن تحالف أوبك مع روسيا كجزء من مجموعة أوبك بلس الأوسع يخاطر بجمع أعضائها في كتلة أوسع معادية من جانبها للغرب. هذا وفي ذات السياق أيضا يمكن أن يغير بن زايد ذلك من خلال الانسحاب من منظمة أوبك كما فعلت قطر في العام 2019، وبعد ذلك ستحصل الإمارات على عائدات من قدرتها على ضخ ما تريد، مع الاستفادة أيضا من وهج غامض دافئ في عيون الولايات المتحدة وحلفائها. ومن شأن ذلك أن يساعد في تأمين أماكن أبو ظبي ودبي كوجهات خليجية أساسية لرؤوس الأموال الغربية ومقار الشركات، مما يصد الجهود السعودية لإزاحتها بالمطلق. من الناحية الرسمية تعتقد أوبك أن الطلب على النفط الخام سيستمر في النمو حتى عام 2035، ولكن يمكن القول إن الجدول الزمني لإنتاج النفط المتسارع لشركة أدنوك يتماشى بشكل أكبر مع وجهة نظر مختلفة تفضلها وكالة الطاقة الدولية، حيث يبلغ الطلب على النفط ذروته في وقت أقرب بكثير جدا، إذ استخدم من جانبه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مؤتمر COP 28 لجعل ذلك أكثر وضوحا. فقد يدفع دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدا عن أوبك، وهذا أمر وارد جدا، وقد تحدث عنه الكثير من المحللين الاقتصاديين، وأن بن زايد قد يقدم على هذه الخطوة، وهو الأمر الذي يضر بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولكن بن زايد لن يأبه بهذا الأمر مطلقا. كذلك الأمر كل هذا يمكن أن يكون صحيحا بدون طريقتين: فراق فعلي في عام 2023 والتخلي عن أوبك لضخ المزيد من النفط سيكون أمرا محرجا أثناء استضافة ما يعرف بمؤتمر المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل في شهر نوفمبر. لكن هذا قد لا يزعج محمد بن زايد الذي يمكنه استخدام COP 28 لدعم التقنيات التي تقلل من الضرر الناجم عن انبعاثات النفط، بينما يرسم أيضا طريقا أكثر إقناعا بعيدا عن الوقود الأحفوري، وذلك على المدى الطويل، وهو ما ظل يسعى له محمد بن زايد خلال السنوات الفائتة، لا سيما منذ أن كان وليا لعهد الإمارات العربية المتحدة وقبل أن يصبح رئيسا للدولة قبل أشهر فقط. وإن إبعاد الإمارات عن النادي المنتج للنفط سيمثل إشارة قوية جدا. وافق مجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية وذلك في 28 من نوفمبر المنصرم على خطط لتقديم طاقة إنتاج النفط اليومية للشركة البالغة 5 ملايين برميل إلى عام 2027 من الموعد النهائي السابق لعام 2030.